السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي نصيحة حب أوصلها لبعض الأشخاص الذي بدأوا يطالبوا والد حنين البكري بالعفو عن حرحرة اللي قتل الطفلة حنين البكري السنة الماضية، يعني له سنة وشوية. أول شيء للناس اللي ما هم فاهمين الموضوع عشان توصل الرسالة للجميع، حنين البكري طفلة تم قتلها من قبل شخص في محافظة عدن بسبب حادث سيارة بسيط. إيش اللي حصل؟ إنه حصل مشكلة، يعني حادث بسيط بين سيارة وبين سيارة، مثل أي مكان في أي مكان في العالم يحصل حادث بسيط. هذا اسمه حسين حرحرة، ما أدري إيش اسمه، نزل عنده لاند كروزر، من الناس الكبارات المتعجرفين اللي شايفين أنفسهم، اللي يشوفوا بقية الناس جنبهم عشرات، زعلان من والد حنين البكري. ليش يحكه مع أنه رجال؟ يعني حوادث مرورية تعرفون، ما فيش واحد يجي يصدمك أو أنه يسوي لك هكذا حاجة بكل عباطة. حادث وحصل، نزل قال لي أنا مستعد وعادي، يعني حصل حادث قدر الله ما شاء فعل، عادي بنصل. لا، الرجال ما قبل، أنا والله بفعل وأنا بسوي وأنا مدري إيش. قال لي يا أخي هذا حادث حصل، اللي يرضيك أنا جاهز. هذا حسب كلامه طبعا والد حنين. حسين ما عجبه الكلام، بكل غرور وبكل كبر وبكل عنجهية يترك السيارة ووالد حنين في نفس الموقع، ويأخذ متر اللي هو دباب، ويروح إلى البيت، يأخذ البندق، يأخذ الآلي، يأخذ السلاح، ويأتي إلى مكان الحادثة ويقوم بإطلاق النار على سيارة والد حنين البكري. عندما أطلق النار على السيارة كان بداخل السيارة طفلتان اللي هي حنين وأختها. النار والرصاص الذي أطلقهم هذا حرحرة على السيارة أصابت الطفلتين. الطفلة حنين انتقلت إلى رحمة الله، والطفلة الأخرى أصيبت، والحمد لله أنها نجت من هذه الحادثة. انتهت هنا الحادثة، تم القبض على هذا الشخص المغرور المتكبر الذي لا يرى الناس شيئا، وتمت المحاكمة إلى أن صدر الحكم والقرار بالإعدام، وتم تأييد هذا الحكم من جميع المحاكم ومن رئيس المجلس الرئاسي اللي هو ما عدلنا ايش اسمه رئيسنا هذا، كل يوم معنا رئيس. تم تصديق هذا القرار، ومتبقي تنفيذ هذا الحكم خلال الأيام القادمة وقريبا بإذن الله. عندما الآن تمت الأمور، بدأت الأصوات من الناس المقربين ومن الأصحاب، لأن الرجال هذا أقول لكم يعني شخص مغرور وشايف نفسه لا يرى الناس شيئا، وعنده ناس من الحاشية اللي فوق، حاشية شفتوا الطبقة اللي فوق اللي ماسكين الأمور في عدن، نفس الوضعية. الآن بدأوا هؤلاء المجموعات يطالبوا أبو حنين والد حنين بالعفو عن هذا الشخص. أسألتكم بالله يا من تسمعوا هذا الفيديو واللي عرفتوا هذا الكلام، هل هذا الإنسان يستحق العفو؟ هي ليست حادثة عرضية، وليس انفعال شيطاني في نفس اللحظة ونقول خرج عن السيطرة، نزل من داخل السيارة واشتبكوا وأطلق. لا، الموضوع ما هو كده ولا بهذه البساطة. الرجال خرج من سيارته وتحاوش معه قليل، وبعدين راح وأخذ دباب ويجي إلى البيت ويجيب البندق ويجي لعند الرجال، وأنا بأكلك وأنا بطبخك. شفتوا لأي مدى وصل من الغرور؟ كيف أنا الناس هذول اللي يطالبوا بموضوع العفو إنك تعفي وما تعفي، يا أخي أجيبها لك بكل بساطة. أوضع نفسك في مكان والد حنين البكري، يتم قتل بنته الأولى وإصابة الثانية، هل تقبلها على بنتك؟ أسألك بالله، تقبلها على واحدة من بناتك؟ لا تقول لي والله يحصل. شوف الكلام الاستشراف هذا والله ما يأكل عيش. إذا ما وضعت نفسك في نفس المكان وضحيت ببنتك وسكت عن هذا الشيء وسكت عن يا أخي تخيل وضع أمها، تخيل خرجت وليلة العيد، خرجت باقي اليوم الثاني عيد، خرجوا من السوق وترجع واحدة في المستشفى وواحدة ميتة. عشان إيش؟ له حادث ولا شيء خارج عن السيطرة، ولا يعني تحصل أمور عادية كثير، خلق قضاء الله وقدر.
لكن هذا إنسان جاي لك بكل وقاحة الأرض كلها فيه، وتجي أنت تطالب تقول والله يا أخي العفو عند المقدرة، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أي عفو وأي إصلاح في هذا الموضوع؟ هذا إنسان، هذا كارثة بقاءه على وجه الأرض، كارثة والله إن بقاءه على وجه الأرض كارثة. هذا مش تحريض، ولكن هذه حقيقة، لأن إحنا عندنا قلبناها قبيلة، اليوم الأول يروح يقتل، واليوم الثاني القبائل تجي تدور عفو وإصلاح وتذبحوا بقر. هذا اللي فالحين فيه. إذا ما فيش وعرف الجميع أنه كل واحد بيرتكب خطأ، اليوم الثاني بيتحاسب، وبتروح هذا يعني ثمنا لهذا الغلط اللي تسويه، ما راح نوصل لحل، ولا بنتطور، ولا بنقع مثل الناس. يا أخي شوفوا الناس اللي جنبكم، لا نروحش نقول لكم لا أوروبا، شوفوا دول الخليج عايشين أحسن من أوروبا. كل يوم عندنا واحد ميت في أمريكا، وعندنا في السعودية 3 مليون يمني ما تسبع واحد قتل ولا حصل في شيء إلا بالسنة مرة، إذا حصلت غلطة من هنا ولا من هنا. واليوم الثاني المقابل مباشرة، حكم نظام وقانون، ما في يم أرحميني ولا أي وساطة. تجي أنتوا كل يومين داخلين في مصيبة وفي كارثة وفي سوالف. استحول. هذه لا هي غلطة ولا هي شيء نزغت شيطان في لحظة ولا في شيء، هذه مع سبق الإصرار والترصد تخطتها أصلا، تخطت كل الأمور. وطفلة يا أخي، فتخيلها بنتك يا أخي، تخيلها بنتك. لا تخلوناش نغلط وبنسب، قسما بالله إني شفت أصحاب الصفحات اللي يطالبوا بالعفو لما راسي دخ من هذه النوعيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.